السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل مع بعض في الموديل اللي بدأنا فيه شغل. طبعا انا الدروس اللي فاتت احنا كنا خلاص عملنا الشغل ده. لو انت طبعا اول مرة تشوفنا فممكن ترجع للدروس اللي فاتت، موجودة كلها على القناة. آه، هنبدأ بقى نكمل مع بعض ونحط بقية الشغل. طبعا الجزء ده انا سايبه مش عشان حاجة، بس عشان هو هياخد مننا وقت، فانا سايبه دلوقتي. عايزين نبدأ في الشغل اللي فوق. فانا ممكن بكل بساطة انزل كيوب جي اكس، اطلع بيه لفوق كده. تمام، سكيل اكس برضو، ومثلا اخليه بوينت 4 مثلا. اس شيفت زي وابدا اكبر بالشكل ده. ممكن اطلع من على التوب واس اكس وابدا اطلع. يعني طبعا انا مش هشوف طبعا كده، ممكن مثلا اس اكس واعمل كده عشان اقدر اشوف بالشكل ده. اعتقد كده كويس، اعتقد كده بقت حاجه كويسه. ممكن جي زد واطلع بيه لفوق، بس مش هعرف طبعا الا اما اخش على الفرونت. شيفت زي جاي اقول له جي زد واطلع لفوق كده. اعتقد كده الدنيا معايا تمام جدا. طيب، بالشكل ده انا خلاص انا نزلت الاوبجكت ده. فممكن مثلا ممكن بقى ابدا احط بقيه الشغل اللي فوق. ممكن اعمل سور. هو ما كانش عامل ده، ممكن انا اعمل سور. وممكن يعني لا، مش حابب اعمل حاجه زي كده، خلاص مفيش مشاكل. انت برضو ايه يعني، وخيالك حابب تعمل حاجه زي كده مفيش مشاكل، مش حابب براحتك. بس خلينا دلوقتي مثلا رايت كليك وانزل ده هنا كده، انزله هنا كده احسن بالشكل ده. اقول له شيفت ايه وانزل كيوب بالشكل ده. وعايز بس اتاكد ان هو على الصفر وعلى الواي برضه صفر بالشكل ده. وهقول له هنا مثلا اس زد مثلا بوينت 7 حاجه كده، او لا اس زد مثلا بوينت 5 حاجه كده مثلا. جي زد واطلع بيه فوق شويه بالشكل ده، حاجه كده. اوكي، ليه ده هيبقى البيز بتاع الدونت. ممكن اكبرها شويه حاجه كده مثلا. اوكي، وممكن مثلا شيفت دي اقوم جايب واخد منها نسخة حاجة كده مثلا، واسكيلها على الزي. جي زد نزلها تحت شوية حاجة كده مثلا. اوكي، ممكن برضو اسكيل شوية لجوه بحيث ان هو يبقى ايه، ده هيبقى الجزء اللي قدامي. تمام، انا بقى محتاج ان انا اعمل له الرجلين بالشكل ده. بس خليني اطلع اعمل تاب كده. محتاج ان انا اعمل الرجلين عشان اعملها ممكن انزل سلندر بالشكل ده. سكيل شيفت زي عشان اصغرها خالص هنا. وخليني اطلع من على التوب وهقول له هاتالي واحده. خليهم هما اتنين بس زي ما هما معمولين، مع ان اتنين دي مش مقنعه قوي بالنسبه لي، بس اوكي. خليها واحده هنا. شيفت دي شيفت دي شيفت دي المفروض دبليكيت، صح ولا ايه؟ طيب هو مش بيعمل دبليكيت معايا تقريبا، في يعني شبه تهنيجه كده او حاجه زي كده. التانية فين؟ التانية مش موجودة. التانية مختفية أصلا. أوكي، يعني المشكلة ما كانتش في التهنيجة، المشكلة كنت أنا مش شايفها بس. أوكي، خليني مثلا أقول له شيفت دي وأقول له هاتها مثلا على دي كده. دي مثلا خلينا أقول واحد. خلينا أقول دي مثلا ماينس واحد بالشكل ده. وآخد الاتنين جي زد وأطلع بيهم لفوق. أوكي تمام. طبعا هنا هقول له أوتو سموث
اعتقد طبعا كبار قوي، فممكن نخليهم كده، اصغرهم بس شويه. تمام. ودول هيبقوا اللي هيشيلوا الدونت. فخليني مثلا اقول دي شيفت دي وجاي اعمل لها روتيشن 90. طبعا انا ما دوستش. الشيفت دي روتيشن اكس، لا روتيشن واي 90. تمام. جي اكس وجاي جايبها كده، ممكن احطها هنا في الصفر واسكيلها على الاكس بالشكل ده، واسكيل على شيفت اكس، اصغرها شويه كده. يعني هتبقى حاجه زي كده. طبعا دي ممكن شيفت دي سكيل شيفت زي اكبرها شويه، بعد كده سكيل على الزي بس واصغرها خالص كده، عشان تبقى حاجه زي ايه، زي رينج كده، فاهم؟ يعني تبقى حاجه. تمام. شيفت دي زد اعملها كده، واخد الاتنين دول شيفت دي، عملتهم دبليكيت على الاكس بس، واقوم جاي قايل له هنا ماينس واحد. شكرا. اعتقد كده تمام قوي. انا بس لو اشتغلت بسرعه شويه فده عشان خلاص بقى، يعني المفروض ان انت بدات يعني تاخد على الوضع. ممكن مثلا الشيفت دي كمان واقول له روتيشن واي 90. تمام. واطلع بيها لفوق شويه كده، اطلع بيها كده مثلا لفوق شويه، على اساس ان هي دي اللي هيكون متعلق فيها الدونت. طيب الدونت هعملها ازاي؟ بكل بساطه شيفت ايه وانزل من هنا حاجه اسمها تورس جي زد وارفعها لفوق كده. انا خلاص شكرا عملت الدونت. ولكن طبعا الدونت بيبقى ليها تفاصيل، فعشان تخش في التفاصيل بتاعتها ما ينفعش انك تحركها من مكانها، يعني فاهم الفكره؟ فانا ممكن اقول له اكس، وعشان بس اشوفها على طول فانا انزل ال 3 دي كورسور هنا، فاقوم جاي منزل التورس بالشكل ده، وابدا بقى اشوف محتاج فيها ايه. اولا محتاج بس السيجمنت تزيد شويه، حاجه كده مثلا اقول له اوتو سموث. اوكي. طبعا انا غلطت الغلطه دي، فانا طبعا ده كان غلط. اقول له شيفت ايه وانزلها من اول وجديد تورس، عشان انا بس عايز اوسع الراديوس بتاعها شويه. ايوه، ما ينفعش تبقى صغيره قوي كده، دونت لازم تبقى دونت يعني، حاجه كده مثلا. زود لي السيجمنت شويه، زود لي، لا ده مش محتاجين منه كتير، زود لي مثلا في حاجه زي كده. اوكي. خلي ده بوينت 5. اوكي تمام جدا. وممكن، لا ممكن يبقى 4 على فكره، ممكن يبقى 4. حلو قوي. وهقول له هنا بقى اوتو سموث روتيشن اكس 90. شكرا، هو ده اللي انا كنت محتاجه منك. تمام. ومثلا الاوبجكت ده مثلا ممكن اسكيله كده شويه، انزل بيه لتحت شويه مثلا حاجه كده. او مثلا اقول له تعالى هنا شويه واخد منه نسخه اوديها هنا. ده كان كام؟ كان ماينس بوينت 5، وده بوينت 5، بحيث ان هي ايه يعني تبقى الدنيا متسنطره يعني مظبوطين كده مع بعض. طيب كده انا فاضل لي الجزء اللي على اليمين ده، وبصراحه يعني انا شايف ان هو مش هيبقى كويس ان هو لو اتساب بالشكل ده. فاحنا ممكن نعمل حاجه، احنا ممكن مثلا نرجع كده ورا شويه ونشوف ممكن مثلا نعمل فيه ايه، ناخد افكار مثلا من حاجات تانية. طبعا ده بيت حاسس ان هو يعني بدورين، كافيه بدورين. تعالى مثلا ناخد فكره عن ده كده، ده كان فيه ايه؟ بصراحة يعني مش فاهم قوي ايه اللي موجود فيه، ولكن ممكن نعمل حاجة حلوة قوي. ممكن نعمل
يعني شباك كبير، تمام، بتندتين. حلو، ممكن نعمل حاجة زي كده، نجرب. او مثلا دي كده فكرة. طب ده فكرته ايه؟ لا ده مش هيظبط معانا خالص صراحة يعني. ده نفس فكرة الطوب، بص برضو نفس الفكرة بتاعت الطوب، حلوة قوي. فممكن مثلا خلاص احنا اعتقد يعني هي الفكرة دي هتكون افضل حاجة. فانا ممكن مثلا اخش على ده كده واقوم جاي دايس على زرار السلاش عشان اعمل له ايزوليت، واخش على الايديت مود بالشكل ده. اوكي انا معايا اتنين دلوقتي، الاتنين اللي هما اللاين اللي انا محتاجهم. فانا ممكن مثلا امسك اللاين ده وجي ست وانزل بيه تحت شويه بالشكل ده. كنترول ار بقى عشان اقسم كده. مثلا احطها في اي حته مش مشكله، احط اتنين لاين بالشكل ده. وعايز الاوفست بتاعي يكون زيرو لانه طبعا عايزه يبقى في النص بالشكل ده كده. حلو تمام. اقول له انتر طبعا. بعد كده سكيل واي، وابدا اسكيل على الواي. انا عايزه شباك كبير حاجه كده مثلا، وعايز اخش على ده، اخد الفيس ده كده واقول له اكسترود. تمام مثلا برضو بوينت 3 زي ما كنا شغالين. اوكي اي ماينس بوينت 3. تمام اي ماينس بوينت 3. انا بس عشان بدوس على الزرار غلط بس مش اكتر، فعشان كده يعني بتردد في ان انا اعمل حاجه زي كده. تمام. وممكن برضو اديله نفس الباوندري اللي احنا كنا بنعمله، يعني اخش بيه لجوه شويه بس اديله يعني اوفست شويه لجوه. فهعمل له انسرت بالشكل ده، وبعدين هديله اكسترود تاني ماينس بوينت واحد مثلا بالشكل ده، عشان يبقى عندي هنا ايه الحاجه الفريم اللي هو اللي انا بتحرك فيه. ماشي اوكي كده انا عندي ده كده تاني شباك. هفك بقى الايزوليت خلاص. تمام الشباك التاني طبعا هو بقى شباك كبير قوي بس اوكي مفيش مشاكل. ممكن بقى اخليه شباك واحد بس فيه بقى في النص كده عمود، يعني عادي ممكن مثلا انزل عمود. بس طبعا كليك يمين هنا وهنزل الاوبجكت هنا كده عشان مش كل شويه ادور عليه. كيوب بالشكل ده واسكيله على الاكس كده. مثلا ممكن اقول له بوينت 3 كويس حلو قوي. سكيل على الواي شويه كده. طبعا انا محتاج ان انا اخش على الرايت عشان اشوفه، واقوم جاي دايس على الواير فريم جي واي واجيبه كده شويه. اوكي وابدا اسكيله تاني على محور الواي بس. تمام. ما طبعا مش تفرق يعني الحركه اللي انا عملتها دي دلوقتي، ولكن يعني عشان بس ايه لو انت بتحب انك تكون دقيق قوي زي كده فانت ممكن تعملها مثلا حاجه زي كده، وارفعه لفوق شويه بالشكل ده. تمام. بس عايز اسكيله لان ده كده هيبقى حاجه رفيعه خالص. تمام. وعايز بقى ايه دلوقتي شيفت ايه انزل واحد تاني سكيل سكيل زي، وابدا اكبر ده كده شويه. جي زي برضه هنزل بيه تحت شويه. يعني هيبقى كده مثلا. ممكن نخش على الرايت تاني. لا كده كتير قوي. واطلع بيه لفوق شويه بحيث ان ده هيبقى طبعا هو هيبقى على محور الواي، هيبقى صفر على محور الواي عشان يبقى كده سكيل واي. وابدا اصغره من هنا عشان ده هيبقى نص الشوت كله، يعني هيبقى نص الشباك.
وده كده هيبقى بالشكل ده، بحيث ان هو يبقى عمود كده في النص بس قاسم الشباك في النص، بحيث ان الشباكين صغيرين، ولكن الجزء اللي فوق ده ممكن مثلا يبقى تهويه او حاجه زي كده، مفيش مشاكل. الحاجات اللي هي بتتفتح لفوق دي عادي جدا، وحاجه بسيطه برضو بس شكلها كويس معانا. طيب عايز بقى ايه التندة دي، محتاج التندة دي اخدها دبليكيت شيفت دي، اوكي، واقول له هنا مثلا حركها لي على محور الاكس بس، مفيش مشاكل. ده اول حاجه. بعد كده اقوم جاي اعمل لها روتيشن على الزي 90 درجه، تمام، واطلع بقى من على التوب وابدا اظبطها. خليها لي مثلا هنا كده بالشكل ده، تمام. اعتقد يعني كده هتبقى كويسه. طيب اول حاجه انا محتاج ان انا اعمل ايه، محتاج ان انا اسكيل ده. وطبعا عشان اسكيله انا الاول بس لازم احطه في النص مظبوط، واقول له سكيل على محور الواي، وابدا اسكيل بالشكل ده كده. خلاص تمام. طيب تاني حاجه محتاج ان ده كده اجيبه من على اول الاوبجكت بتاعي، خلاص، وابدا اخش على الايديت مود. شايف دول كده، اقول له شيفت دي وابدا ازودهم. طيب شيفت دي بعد كده اقول له لا مش محور الاكس بقى، شيفت دي محور الواي، وابدا احركهم كده، اوكي. بعد كده شيفت ار، اوكي، تمام كده جدا، حلو. طيب بعد ما عملت ده كده، هما مش كفايه صح؟ تمام، اطلع لي بره كده خالص. بعد كده خش على الاكس راي وخش على الرايت عادي جدا. هل البلان بتاعتك اللي هي البلان دي، هل البلان بتاعتك مظبوطه اصلا، يعني محطوطه في النص اصلا ومظبوطه؟ هي كده اوريدي مظبوطه. طيب انا عايز اظبط دول عليها صح، خليني اروح على ده، وانا محتاج ان انا سكيل من هنا ما يتحركوش، فانا محتاج احط الاوريجن بتاعي فين؟ هنا. طيب خليني اعمل حاجه جميله جدا، خش على البوينت، خش طبعا على الايديت مود، خش على البوينت مود، هات لي البوينت دي هنا، تمام، شيفت اس وهات لي الاوريجن عليها، تمام، اوريجن تو سيلكشن او كورسر تو سيلكشن بالشكل ده كده. خلاص، بعدين سيلكت اول، سكيل على محور الواي، وهبدا اسكيل بالشكل ده. طبعا انا لسه ما حددتش، فانا طبعا انا هنا حددت 3 دي كورسر، فطبعا اقوم جاي داخل على الرايت بالشكل ده، واقول له سكيل على محور الواي، وابدا سكيل كده على محور الواي بس، وابدا اعمل كده. اعتقد كده افضل حاله ليا. طبعا هي بقت اكبر من دي شويه، ولكن طبعا في اختلاف. في اختلاف ايه؟ في اختلاف ان انا ده حاجه وده حاجه. ممكن بقى اكبر دي شويه عادي، ممكن اكبر دي شويه عادي جدا من على المحور مثلا. بص هنا هيشتغل على المحور على ايه؟ من على 3 دي كورسر، لا خليهولي زي ما هو. كبر لي دي شويه على محور الاكس شويه كده، جي اكس برضو طلعها لي بره كده شويه. ما دي خلاص بقى هيبقى في فرق هنا ما بين دي وما بين دي صح؟ جي اكس طلعها لي هنا كده، اوكي. طبعا محتاجين نشتغل من على التوب شويه بقى، محتاجين نشتغل على التوب شويه. هقول له هنا جي اكس واطلع بيها شويه كده، واروح من على الرايت، لا هروح من على الفرونت عشان انزل بيها لتحت شويه. اعتقد كده الدنيا معايا تمام جدا، حلو. لكن لو دخلت هنا كده هلاقي السب ديفيجن مش مظبوطين، هلاقي هنا السب ديفيجن مش مظبوطين. طيب انا دلوقتي عايز اظبط السب ديفيجنز دول، يعني عايز اظبط اللاينز دول كده هيكونوا على قد دول. هعمل ايه؟ هروح على دول كده وادوس اكس واقول له امسح لي الايدجز بس، اونلي ايدجز، تمام. لو قلت له اونلي ايدجز بص كده هيعمل ازاي، مسحها لي كلها. طب خلاص مفيش مشاكل، سيلكت اول واعمل فيل، وابدا بقى اقسم من جديد، ابدا اقسم من جديد عادي جدا. طيب هات لي الايدج دي والايدج دي،
رايت كليك سب ديفايد. هما كام واحده؟ سوري طبعا ما كنتش عايز دول، انا كنت عايز دي والتانيه اللي بس ايزوليت. مسحت ايدجز بس فساب لي البوينت، قفلت بالبوينت، فده طبعا غلط. اقول له سيلكت، اقول له كنترول زد، كل ده كنترول زد مسح لي كده. فانا محتاج امسح كل الفيسز، يعني امسح الفيسز مش امسح الايدجز بس. محتاج كل ده كده. اقول له اكس، اقول له only faces and edges بالشكل ده، او مثلا only faces بالشكل ده. طبعا هيسيب لي نفس المشكله، فانا ممكن مثلا امسح الايدجز دلوقتي، بس برضه هتسيب لي البوينت، وده انا مش عايز البوينت بصراحه، يعني انا بصراحه مش عايز البوينت. فممكن امسح الايدجز، او مسحت الفيرتسيز، والله هي نفس الفكره. اعمل كده 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 نفس الفكره. اقول له اف تمام. بعد كده هقول له هنا سب ديفايد كده. طبعا لازم اطلع من ايزوليت. هما كام واحده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. حلو قوي. فاخد الايدج دي مع الايدج دي واقول له هنا سب ديفايد. طبعا انا يعني ما كانش احسن حاجه اللي انا عملتها، ولكن ادتني النتيجه اللي انا عايزها، بس خلاص اوكي مفيش مشاكل. يعني كان في طرق اسهل بكتير، ولكن تمام مفيش مشاكل طالما انت طلعت معاك نفس النتيجه فخلاص. اعتقد ان احنا زودنا واحده زياده. لا احنا محتاجين مثلا سب ديفايد نديله 10 بس، عشان كنت بتكلم اتلخبطت. اديله 10 بس، فال10 ادوني اللي انا كنت عايزه. كل اللي انا بعمله دوت تقدر تعمله باي يعني بطرق تانية. يعني اللي انا عملته ده دلوقتي تقدر تعمله بطرق تانية، ولكن طريقتك للشغل ما مش معناها يعني طريقتي غير طريقتك غير طريقه فلان غير طريقه فلان. عادي جدا ان ممكن ان انا اشتغل بطريقه وانت تشتغل بطريقه، حتى لو الطريقه اللي انا بعملها مثلا ما كانش احسن حاجه، ولكن كل واحد بطريقته. تمام. مش لازم يعني تبقى شغال باحسن طريقه في الدنيا، طالما الطريقه مريحاك فخلاص الموضوع عادي جدا. المهم انك وصلت للحاجه اللي انت عايزها. طيب كده انا خلصت موديل ومرتاح ان انا خلصته. يعني انا ما كنتش عايز اسيبه بصراحه في حته ناقصه كده، عشان كان هيبقى شكله مش حلو. يعني انا ارتحت ان انا خلصته، فبصراحه احسن بكتير ان انت تفنش شغلك. عايزين بقى احنا نضيف حاجات تانية. احنا ده كده الديزاين كان فاضي، ممكن بقى نضيف حاجات تانية زي مثلا الكراسي دي، الاعمده، الحاجات دي كلها. كل ده انت ممكن تضيفه عادي جدا. ممكن اضيفه معاكم عادي ومفيش مشاكل. ممكن تضيفه لوحدك برضو عادي جدا. ممكن هنا مثلا نحط عمود نور. انا حابب جدا ان انا احط عمود نور هنا. تمام. يعني انا حابب ان انا احط عمود نور هنا مثلا كده، او مثلا كشاف الناحيه التانية وهكذا. عادي جدا ممكن تعمل حاجه زي كده. فبراحتك انت. لقيت ان انت الدنيا معاك سهله، اعملها وزود في الديزاين بتاعك، بس ما تزودش على نفسك، يعني ما تزودش على نفسك كتير. طيب كده انا خلصت جزء الموديلنج في الديزاين ده. اشوفكم على خير ان شاء الله في جزء الماتيريال والريندر واللايتنج. كان معاكم محمود صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.